ألا فاعلموا يا عباد الله أن حبنا لبلادنا الجزائر الحب الشرعي يدفعنا للدفاع عنها بأموالنا وأنفسنا، لأنه يا عباد الله ليس دفاعا عن أرض فقط، إنما هو دفاع عن دين الإسلام وعن بلاد المسلمين. معاشر المسلمين، إن اجتماعكم في الدين الذي يزيل النعرات القبلية، فلا فرق بين عربي ولا شاوي ولا قبائلي ولا ترقي ولا شلحي، إذا جمعهم هذا الدين كتابا وسنة بفهم سلف الأمة. إن اجتماعنا في الدين هو الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا، الحكام والمحكومون، المدنيون والعسكريون. ذلكم الاجتماع هو الذي يجعل بلادنا بلادا مهابة من الأعداء، هو الذي يجعل الأعداء المتربصين بنا يحسبون لنا ألف حساب يا عباد الله. ولتبقى بلادنا الجزائر بلادا مسلمة عربية، بلادا مسلمة عربية، بلادا مسلمة عربية، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره العلمانيون، ولو كره الانفصاليون، ولو كره الأعداء كلهم أجمعون، أكتعون أبتعون أبصعون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا. اللهم وفق قادتنا لما تحب وترضى، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا إن الأعداء يتربصون ببلادنا، فاللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم لا تمكن لهم يا رب العالمين، اللهم لا تحقق لهم غاياتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء المسلمين أجمعين، اللهم عليك بأعداء المسلمين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الإسلام بأعداء المسلمين أجمعين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين.